دي لقطة لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. فينيسيوس جونيور لكنها طويلة جدا وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. لفتة جميلة من فينيسيوس يتجنب دعس شعار ريال مدريد. دي لقطة ليوسف أيمن لاعب النادي الأهلي. هات يا يوسف، هات يا يوسف، لا مو عليه، هات يا استاذ. هما الاتنين بيدونا نفس الفكرة، فكرة احترام النادي وتقدير النادي اللي أنا بلعب ليه. ولكن للأسف في فرق كبير بين الثقافة الأوروبية والثقافة المصرية أو العربية في التعليقات. تعال نشوف تعليقات الفيديو زي ده. تعليقات ما شاء الله بيقول لك لاعب محترم بيحب ريال مدريد زي ما واضح قدامك. اما يوسف ايمن لاعب النادي الاهلي طبعا هتقولي لي لعبت جماهير الزمالك ومش عارف ايه. لا، في جماهير اهلاويه. يعني ده واحد كاتب يعني هو الاهلي بقى ديانه جديده ولا ايه؟ لا يا عزيزي، مش ديانه جديده، ولكن احترام الاشياء الصغيره اللي زي كده. خلينا نحترم الاشياء الكبيره. طالما انا بحترم الهفوات الصغيره اللي في حياتي، هحترم الدين، لان الدين ده شيء كبير، الدين ده شيء عظيم. انا هحترمه لان انا بحترم الهفوات. عارف يعني ايه بحترم الهفوات؟ يعني الاشياء اللي ملهاش لازمه. ممكن ما تكونش ليها لازمه، الكبات وقع، مش دوري مثلا الناس دي، لا، بس هو بيحترم النادي عشان كده قام بالشكل دوت وراح شال الكبات واداها للامن. ولكن يا جماعه هنعمل ايه؟ في مقولة سمعتها قبل كده كانت بتقول ان اوروبا لديهم الهوية الدينية الاسلامية، ولكن هم لا يعرفون الاسلام. واحنا عندنا دين الاسلام ولكن ما عندناش الهوية الاسلامية. يعني من الاخر هم دايما بيحاولوا يوصلوا لعيالنا واخواتنا فكرة ان احنا لا، ما نحبش حاجة، ما نهتمش بالهفوات. وطالما مش هنهتم بالهفوات يبقى مش هنهتم بالدين. وبياخدوها واحدة. ممكن اكون كبرت الموضوع، ولكن هو فعلا الموضوع كبير. الموضوع مش انا اللي مكبره، الموضوع فعلا يفرق مع الجميع. اتمنى ابقى وصلت رسالة مفيدة او عملت حاجة صح. متنساش تتابعني.